اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اوقات كتير جدا بنسرح كده وبنقول ايه؟ يا ترى اللي انا عايشاه دوت حب ولا كدبة كبيرة ولا ايه؟ بنبقى متلخبطين ومش عارفين نميز ما بين اذا كان الموضوع بالنسبة لنا عادي ولا احنا بنحب الشخص ده فعلا. الموضوع فيه شوية نقط كده بسيطة بتحددها. اول حاجة لازم تبقي عارفاها ان او يبقى الشخص عارفها، انا مبسوطة ولا لا، انا بحس بالسعادة لما بشوف الشخص ده ولا لا، بحس بان انا مرتاحة وحاسة بالامان ولا لا. اهم حاجة ان يكون في راحة، يكون في امان، حاسة ان انا فعلا وصلني حتة ان انا مقدرة نفسي وحاسة ان انا بحترم نفسي وانا مع الشخص ده ولا لا. قيمتي بتعلى وبتزيد وانا معاه ولا لا. لان اوقات كتير جدا يقولك ايه، لا ده انا بحب، ده انا بحبه، ده انا بموت فيه، ده انا مش عارفه ايه. وهي يعني كرامتها متبعتره، متبعتره بمعنى الكلمه، يعني بتتهزق. وممكن كمان يمد ايده عليها ومفيش مشاكل، موضوع ان هو يتطور ويبقى ده قدام الناس، ما يبقاش مجرد اللي هو بينك وبينه. فاللي هو التطور طول الوقت دوت، بتحسي نفسك بقى ايه، لا انا قليله، لدرجه ان هو ممكن يوصلك ان انت تحسي الاحساس ده مع الناس كلها مش معاه بس. ده انا قليله، ولما حد يكلمك ما تبقيش عارفه تدافعي عن نفسك، مش عارفه تتكلمي كويس، حاسه بان انت ما عندكيش ثقه في نفسك. بتحسي ان انت مش محترمه من جواكي، يعني مفيش حته الاحترام والتقدير دي، مش حاساها خالص. فاول حاجه لازم احس بيها، ودي حطي تحتيها 100 خط، ان انا احس ان هو بيسعدني، احس ان هو بيحترمني، احس ان هو بيقدرني، احس ان انا مرتاحه معاه، واحس ان انا حاسه بالامان، مش اللي هو قاعده خايفه وقلقانه ومتوتره. لا، ده ما يبقاش حب، ده كده يبقى فعلا وهم وكذبه كبيره. لان انت مجرد ما فقدتي الاحساس بالامان والطمانينه، الحب اللي انت بتتكلمي عليه بالمنطلق او المفهوم ده مش هينفع. طب انا اجي دلوقتي واقول بقى ايه؟ طب انا بحبه بس ايه؟ آه مش عارفه، هو انا مش بحس ان انا عايزه اكلمه طول الوقت، اللي هو وقت ما ابقى فاضيه، انا مشغوله دلوقتي. لا، ده اللي بيحب حد ده عايز يتكلم معاه طول الوقت، عايز ان هو يعني آه عارفه اللي هو لو ما تواصلش معاه بالتليفون تبص تلاقي يعني هو ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي كترت وبقى ما فيش اكتر منها. لا، طول الوقت عايزه اتكلم معاه في التليفون، ابعت له على الواتساب، ابص انزل بقى ايه حالات على الفيس مثلا. طول الوقت انا عايزه اتواصل معاه، طول الوقت عايزه اتكلم معاه، عايزه اشوفه. طب لو انا ما حسيتش بالاحساس ده برضو، يبقى الموضوع بالنسبه لي كده الانانيه بقى. لو انت حاسه طول الوقت انت بتحبي، انا لازم احب نفسي بس عشان المواضيع ما تخشش في بعض. طب يعني احبه اكتر من نفسي؟ لا، هو انت نفسك دي انت لازم تحبيها الاول، وعلشان تحبيها وتحترميها وتدلعيها وتبسطيها وتعملي لها الحاجات الحلوه الكتير دي، هتقدري بقى تقدمي. يعني انت لما تقدمي لنفسك الحاجات الحلوه دي، هتقدمي للي قدامك الحاجه دي، بس ما توصلش لدرجه الانانيه. لا، ده انا بحب نفسي وبحب مصر كلها، وهو يجي في الترتيب ال 550 وفي الاخر اقول بقى ايه؟ لا، اصلا انا بحبه. لا، ما هو مش ال 550، مش هينفع. يبقى انا كده مش بحبه، يبقى انا كده بضحك على نفسي. اللي هو انا بحبه بس يكون مثلا زميلي في الشغل او ايا كان، وفي مصلحة بتربطنا ببعض، اللي هو بطلب منه حاجات معينة في الشغل، زميلي في الجامعة فبطلب منه محاضرات، وخلاص الموضوع انتهى وخدت مصلحتي منه. فحاسه بقى اللي هو لا، ده بقى تقيل على قلبي، مش وتصرفاته، كل تصرفاته الوحشه بقى بدأت تظهر. لا، ايه ده طريقته مش حلوة، طريقة اكله مش لطيفة، قعدته مش بتريحني، لا هدومه مش راكبة على بعض، وهي تبقى مثلا عارفاه بقالها سنة، شايفة طريقة الأكل وطريقة الشرب وشايفة اللبس بتاعه وكل حاجة، وتبدأ بقى تنتقد الحاجات دي. يعني مش سلوكيات، مش حاجات ظهرت فجأة، مش هو كان مبين ان هو يا ما هنا يا ما هناك وفجأة لقيته بخيل، مش هو كان مبين يا ما هنا يا ما هناك وفجأة نيجي في المواصلات لا ادفع انتي و... واصل انا ما معيش، اصل مرة نسيت المحفظة، اصل مرة مش عارفة ايه. لا، مش دي اللي بنتكلم عليها. انا بتكلم على حاجات واضحة وصريحة ومش بتتغير. يعني هي حاجات ثابتة، هو بيلبس كده من الاول، هو بياكل بالطريقة دي من الاول، هو شعره شكله كده من الاول، فانتي تيجي لا،
مفيش، مش حاسه نفسي، وابدا بقى انتقد في حاجات اصلا تافهه ملهاش اي 60 لازمه. ده معناه ان المصلحه انتهت، معناه ان اللي كان موجود دوت ما كانش حب، ده كان مصلحه. طب انا طول الوقت مش حاسه باي مشاعر، اللي هو لا، أو يعني حاسه اني مرتاحه، بس لا مش حاسه ان انا طول الوقت كده. يعني في بتبقى مشاعر قويه كده، مش اللي هو مجرد ان انا مرتاحه، لا، ده انا مرتاحه ومطمنه ومبسوطه، بتبقى خلطه، هي الخلطه اللي قلناها على بعض كده في الاول، هي دي الحاجه اللي بتبقى موجوده. طيب طول الوقت بقى عايزه اخد 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 وما اديش اي حاجه، اخد مشاعر ما اديش مقابلها مشاعر، مع ان اي علاقة في الدنيا لازم يبقى فيه تبادل، تبادل في كل حاجة، حتى تبادل في المشاعر. ليه بقى؟ لان لو ما فيش التبادل دوت، اللي قدامي هيستنزف، ولما يستنزف الحاجة دي هتخلص عنده، فهتبص تلاقيه مل وزهق وسابني، هو هيبقى هيطفش في الاخر. انا مش بقدم حاجة، انا طول الوقت انا اللي بقدم واللي قدامي ما بيقدمش حاجة. لا، انا لازم اخد وادي، اي علاقة في الدنيا كده لازم يبقى فيها الاخذ والعطاء علشان العلاقة تستمر وتبقى حاجة كويسة. انا لو ما حسيتش بكل الحاجات دي، ولو انا حسيت بحاجات معينة من اللي انا قلتها زي الانانية والمصلحة وبرود المشاعر وقلة العاطفة والكلام ده كله، يبقى انا ده كده لعب عيال هزار، مفيش، مجرد كدبة انا عايشاها وبوهم نفسي ان انا بحب الشخص ده. والله يعني في المطلق يا ريت كلنا نحب بعض علشان الحياة تستمر وتبقى أحسن من كده، ونحب الخير للناس زي ما بنحب الخير لنفسنا، علشان برضو الحياة تبقى أحسن من كده. ربنا يحفظنا جميعا.